يا أهلوية، عندنا خبر مهم من قلب التتش. سيد عبد الحفيظ مشرف ملف الكورة في الأهلي حسم رسميا موضوع الانتقالات الشتوية. قرر إن الأهلي يدخل الموسم الجديد بثنائي أجنبي قوي بلس صفقة محلية، يعني الفريق هيقوى من كل الجوانب. الهدف تدعيم الصفوف، لأن الفريق محتاج رفعة واضحة. الدفاع بعيد عن الاستقرار، والهجوم محتاج تنشيط، وكمان عمق بدلاء. عبد الحفيظ لما شاف الصورة كاملة قال لازم نتحرك قبل يناير. الأسماء اللي يتم التداول بشأنها لسه ما تمتش إعلاميا، لكن المصادر أكدت إن المفاوضات بدأت بجد، وإن الأهلي بيركز على مهاجم أجنبي أولا. بجانب الأجنبي، الأهلي كمان بيدور على صفقة محلية عشان يكون في توازن بين المحلي والأجنبي. كل ده بناء على تقرير فني أعده عبد الحفيظ، نتيجة تحليل لمشكلات الفريق في الدفاع والهجوم، والاعتماد الفريق على الانضباط والفاعلية. يعني باختصار، الأهلي مش مستني، الأهلي بيشتغل. صفقات يناير مش كلام على الهوا، خطة مدروسة من إدارة قوية وقرار محسوم. ندعم فريقنا بقوة. لو الصفقات تمت فعلا، الفريق هيلاقي نفسه مع بدلاء قوياء، هجوم ودفاع أفضل، ومنافسة جدية في البطولات المحلية والأفريقية.